الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس الشيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تبارك وتعالى في شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا، وهو أصح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتجدد هذا اللقاء والذي نسأله تعالى أن يجعله طيبا مباركا فيه، في التعليق على صحيح البخاري كتاب الاعتصام. وكنا توقفنا عند هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ووجه الشاهد من الحديث والمتعلق بمطابقة الترجمة في قول أبي بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فاتبع أبو بكر رضي الله عنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكنت أشرت إلى أن هذا الحديث يعتبر أصلا عظيما من أصول الدين والإيمان، وقد تضمن من الفوائد الكثيرة. كنت ذكرت بعضها، فأحببت أن أتم ما بقي من الفوائد بدلا أن نتجاوز هذا الحديث وأنتقل إلى الحديث الذي بعده. فما أردت أن أفوت مثل هذه الفوائد الكبيرة. فمن فوائده أيضا بيان فضل أبي بكر رضي الله عنه وحسن فهمه، فإن أبا بكر رضي الله عنه حسن فهمه في الاستدلال بحديث أبي هريرة في مشروعية قتال المرتدين. فإن عمر رضي الله عنه يحتج بصدر الحديث وأخذ بظاهره، بينما أبو بكر امتاز عليه بحسن فهمه للحديث، ووقف عند لفظة تؤيد ما ذهب إليه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقه. ففهم بحقه أنه يقاتلهم لأن الزكاة حق المال، كما أن الصلاة حق البدن. فكما يشرع قتال تارك الصلاة كذلك يشرع قتال تارك الزكاة. وكان هذا من حسن فهمه رضي الله عنه. وأيضا فيه فضل عمر وحسن إنصافه رضي الله عنه، فإنه أذعن إلى الحق ورجع إليه ولم يتعصب لرأيه. فإن أبا بكر رضي الله عنه لما راجعه قال عمر: فرأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال
وعلمت أنه الحق. فهذا هو الإنصاف الذي ينبغي أن يتحلى به المرء، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وهكذا كان رضي الله عنه، كان وقافا عند الحق ووقافا عند كتاب الله عز وجل ورجاعا إلى الصواب. وله وقائع كثيرة جدا يترك فيها رضي الله عنه رأيه ويرجع للحديث وإلى الدليل. وكنت ذكرت في الحصة السابقة ذكرت رجوعه رضي الله عنه في مسألة إمراص المرأة، لما يعني امرأة ضربت أختها وكانت حاملا فسقط جنينها، فرفع الأمر إلى عمر فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو وليدة، فقال عمر لو لم نسمع به لقلنا بخلافه، فأخذ الحديث وترك رأيه رضي الله عنه. إذا يمكن يستفاد منها أيضا فائدة، وهي الحث على الرجوع إلى الحق. فإن المرء إذا علم الحق تعين الرجوع إليه وترك رأيه وهواه، لأن الحق أحق أن يتبع، ولأن الحق كما قال عمر في رسالته إلى أبي موسى الأشعري قال الحق قديم ورجوعك إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فيجب على المرء إذا اجتهد في مسألة ما وعلم أنه على غير صواب يجب عليه أن يرجع إلى الحق، لأن الحق أحق أن يتبع. وفيه فائدة أصولية، وهي الاستدلال بالقياس. فإن أبا بكر رضي الله عنه استدلل بالقياس، فقاس الزكاة على ماذا؟ على الصلاة. قال أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. فكما اتفق هؤلاء الصحابة على قتال تارك الصلاة، فيقاس عليه أيضا قتال مانع الزكاة. والجامع بينهما أن كليهما شعيرة من شعائر الإسلام، فالصلاة من شعائر الإسلام والزكاة من شعائر الإسلام. وإذا كانت الزكاة حق المال فإن الصلاة حق البدن، وكلاهما من أركان الإسلام وشعائر الإيمان. فقاس أبو بكر رضي الله عنه الزكاة على ماذا؟ على الصلاة. فدل هذا على أن هؤلاء الصحابة كانوا يجتهدون، وكانوا أيضا يستعملون الأقيسة ويلحقون الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. بل إن هؤلاء الصحابة هم الذين سنوا لمن جاء بعدهم سنن الاجتهاد وقواعد الاستدلال وطرق الأقيسة والمعاني المؤثرة وغير مؤثرة. نعم. والقياس يعني هو مصدر مهم من مصادر التشريع الإسلامي، والذي يدل على مرونتها وعلى صلاحيتها في كل مكان وزمان، وإلى يعني أن هذه الشريعة تواكب هذه النوازل والحوادث التي تقع بالمسلمين. فعن طريق القياس يمكن إلحاق هذه الفروع بأصل ثابت إما في الكتاب وإما في السنة. لكن المفيد أن القياس ضرورة كما قال الشافعي، لا يلجأ إليه إلا عند عدم وجود النص. فإذا ثبت النص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صاحب على الصحيح فليس ثمة قياس، فالقياس يلجأ إليه عند عدم وجود النص، فهو ضرورة. وفيه أيضا دلالة على تخطئة المجتهدين، فإن المجتهدين منهم المصيب ومنهم المخطئ، وأخطأ من يقول إن كل مجتهد مصيب. فإن هذا الحديث يدل على أن أبا بكر كان على الصواب وأن عمر كان على الخطأ، واعترف عمر بإصابة أبي بكر للصواب،
وبخطئه، فدل هذا على أن المجتهد يجتهد ويخطئ، خلافا لمن يقول إن كل مجتهد يصيب. فهذا إضافة إلى ضعفه من حيث الاستدلال فإنه يناقض الواقع، لأن القول بتصويب المجتهدين يفضي إلى التناقض، فلا يتصور أن يجتمع رأيان مختلفان متناقضان وكلاهما صواب، هذا لا يعقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فأثبت له الصواب وأثبت له الخطأ، فدل هذا على أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، فإذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد على جهده في اجتهاده، لكن لا يتبع في خطئه. ووجه الاستدلال أو استنباط هذه الفائدة من حيث إقرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخطئه، وقال: فعلمت أنه الحق، يعني أن رأي أبي بكر كان هو الحق. وفيه دلالة على قتال مانع الزكاة، سواء منعوها جحودا أو منعوها من أدائها، يعني امتنعوا من أدائها. وفيه أيضا حجة لمن قال بوجوب قتال تارك الصلاة، لأن أبا بكر قاس الزكاة على الصلاة، بل قيل إن قتال تارك الصلاة مجمع بين الصحابة، يعني أن الصحابة مجمعون على قتال تارك الصلاة. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر أحدا فيؤذن ويصلي بالناس ثم أتخلف على قوم لا يشهدون الصلاة. وهناك أدلة كثيرة أخرى تدل على هذا القول وعلى رجحانه. وفيه أيضا فضل الصلاة وفضل الزكاة، وهما من أهم أركان الدين، فالإسلام بني على 5: على الشهادة وعلى إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة. وإن أبا بكر لما قاتل مانع الزكاة واستباح دماءهم دل على أنهم تركوا أمرا عظيما وهو الزكاة، فدل هذا على عظم الزكاة في الإسلام. وإن أبا بكر لما قاس الزكاة على الصلاة دل أيضا على ماذا؟ على عظم الصلاة في الإسلام. وفيه أيضا دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبفروع الإسلام، لأننا إذا قلنا إن الذين قاتلهم أبو بكر كانوا من المرتدين، ارتدوا عن الإسلام، فإذا ارتدوا عن الإسلام فقاتلهم من أجل ردتهم وقاتلهم من أجل منعهم الزكاة، فدل هذا على أن الكافر والمرتد مطالب بالزكاة، ولو لم يكن مطالبا بها لما قاتلهم أبو بكر عليها، فدل هذا على أن هؤلاء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على قول الصحيح. وقد قال عز وجل، وهو يعني يبين حال هؤلاء الكفار في جهنم، قالوا لم نكن ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر. هؤلاء الكفار يسألون في جهنم: ما الذي أوردكم سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فأول سبب من أسباب ورودهم سقر والذي اعترفوا به قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهذه فروع، فهذه الآية أقوى دليل على رجحان هذا القول، وهو أن هؤلاء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وفيه دليل على أن الزكاة لا تسقط عن المرتد، فمن ارتد عن دينه فإنه يبقى مطالبا بشرائع الإسلام، لأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين لردتهم ولمنعهم الزكاة، فلو كانت الزكاة تسقط عن المرتدين لما قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه.
وفيه حجة قوية لأهل السنة على أن الأعمال من جنس الإيمان، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن أبا بكر قاتل هؤلاء على عمل وهو الزكاة. الزكاة عمل، فلما تركوا هذا العمل قاتلهم عليه، فدل هذا على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وإلا لما قاتلهم عليها أبو بكر. فهو حجة لأهل السنة وحجة على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الإقرار ولا يضر تخلف الأعمال عليه. وفيه أيضا أن العالم المجتهد قد يخفى عليه وجه الدلالة من النص، فقد يستدل بالحديث لكن لا يهتدي إلى دلالته. فعندنا الدليل وعندنا الدلالة، فيمكن يستدل بالدليل لكن لا يتبين له وجه الدلالة. فإن عمر رضي الله عنه استدل بالحديث، قال: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، الحديث. لكن خفيت عليه وجه الدلالة من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بحقه، وانتبه إليها عمر. فدل هذا على أن المجتهد يعني يمكن أن يخفى عليه وجه الدلالة. وكنت ذكرت لكم قصة الشافعي مع الإمام أحمد في مسألة رجوع الواهب في هبته، فإن الشافعي ذهب إلى جواز عودة الواهب إلى هبته، واستشهد بحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فقال: إن الكلب غير مكلف، وإذا كان غير مكلف فكذلك الواهب، إذا يجوز أن يعود في هبته. فقال أحمد: أما سمعت إلى قوله، يعني في صدر الحديث: ليس لنا مثل السوء. فالمثل السوء لا يضرب في الشريعة، فإذا ضرب بمثل السوء يدل على استقباحه واستنكاره، وهذا من دلائل التحريم. فخافية وجه الدلالة من الحديث عن الإمام الشافعي، وانتبه لها الإمام أحمد رحمة الله عليه. أيضا وفيه وجوب الالتزام بشعائر الإسلام، فإن أبا بكر رضي الله عنه قاتل القوم لمنعهم الزكاة، والزكاة من شعائر الإسلام، فدل هذا على وجوب الالتزام بها والقيام بها ومراعتها وتعظيمها، وأن إهانتها أو تعدي عليها من موجبات قتال من انتهكها أو تعدى عليها. أيضا وإذا قلنا سابقا فيه دلالة على وجوب قتال تارك الصلاة وتارك الزكاة، فإن أهل العلم أعدوا ذلك إلى غيره من الشرائع، فقالوا وجوب قتال تارك الشرائع. فمن ترك شعيرة من شعائر الإسلام فإن إمام المسلمين يتعين عليه قتالهم حتى يعودوا لإقامتها. فلو أن قوما مثلا اتفقوا على ترك الآذان، لو أن قرية ما اتفق أهلها على ترك الآذان ولا يؤذنون تهاونا أو تكاسلا أو جحودا، فهنا يتعين على الإمام أن يأمرهم بالآذان، وإما أن يقاتلهم على ماذا؟ على ترك شعيرة الآذان، لأن الآذان من شعائر الإسلام. المفيد أن أهل العلم لم يقتصروا الحديث على منع الزكاة أو ترك الصلاة، فعدوه إلى بقية الشعائر. وفيه أيضا أن الشهادتين لا تكفي في عصمة الدم، بل لا بد من القيام بالشعائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: عصم مني دمه ونفسه إلا بحقه، فاستثنى الحق، والحق هي الشعائر. صحيح أن الشهادتين تعصم الكافر، فالكافر إذا نطق بالشهادتين عصم ماله ودمه، ثم يؤمر بالتقيد والالتزام بالشعائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ:
لما بعثه إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فإنهم أطاعوك فاعلموا أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك فاعلم أن الله أمرهم بالزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقرائهم. فإذا أقروا بالشهادة هنا تعين عليهم الالتزام بشعائر الإسلام. فالكافر الأصلي يعصم ماله ودمه إذا أقر بالشهادة ونطق بها، لكن بعد ذلك من أقر بهذه الشهادة تعين عليه القيام بالشعائر، فإذا ترك هذه الشعائر فإن إمام المسلمين يقاتلهم على ذلك. وفيه أيضا إشارة إلى أن إقامة الحدود بيد الحاكم وليس بيد الأفراد. فإذا قلنا بوجوب قتال مانع الزكاة أو قتال تارك الصلاة أو قتال تارك الشعائر، فهذا الأمر ليس إلى الأفراد أو إلى الجماعات تقوم عصابة أو تقوم جماعة وتقيم الحدود، فإن من السياسة الإسلامية الراشدة العادلة أن جعلت إقامة الحدود بيد الحاكم، لأن الحاكم هو صاحب النفوذ وصاحب السلطة، فإقامة الحدود بيده. حتى لو عطلها الحاكم فإن الأفراد لا يحل لهم إقامتها، لأن لو أنيطت الأحكام وإقامتها بيد الأفراد لعمت الفوضى وصار كل شخص ينتقم من الآخر. فإذا قتل هذا شخصا يأتي ولي المقتول فيقتل القاتل، ثم يأتي ولي القاتل المقتول فيقتل القاتل المقتول، وهكذا فتعم الفوضى. فإن الشارع حسم مادة الفتن ومادة الفوضى فأناط إقامة الحدود بيد الحكام وليس بيد الأفراد. ووجه الاستفادة من الحديث من حيث إن أبا بكر كان خليفة المسلمين هو الذي تولى قتال مانع الزكاة وراجعه عمر رضي الله عنه في ذلك، فإن أحد الصحابة لم يفعلها، إنما الذي تولاها هو خليفة المسلمين. فدل هذا على أن إقامة الحدود أو أن الجهاد إنما يكون بيد الإمام بيد الحاكم وليس بيد الأفراد. وفيه أيضا إشارة إلى أن الحق له علامات وله إشارات يعرف بها، فالحق كما يقول العامة عليه نور يعرف بها، فإذا خفي عليك الحق والتبس عليك معرفته فانظر إلى الإشارات وإلى الإمارات وإلى الأمارات فإنك تهتدي إليه. وهذا استفيد من قول عمر رضي الله عنه قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فاستدل بهذه العلامة وقارنة الحال على أن أبا بكر كان على الحق، قال فعلمت أنه الحق. وهكذا إذا قذف الله عز وجل في قلب عبده النور فإن هذا النور له قبس وله أثر يكشف لصاحبه هذه الحقائق وهذه الأمارات، فيرى بنور الله عز وجل ويرى بنور العلم فلا يخفى عليه الحق. وفيه أيضا أن المجتهد إذا شرح صدره لحكم ما جاز العمل به، فإن أبا بكر انشرح صدره لقتال مانع الزكاة فعمل برأيه، ولهذا لما رجع عمر رضي الله عنه استدل بشراح صدر أبي بكر لمعرفة أنه على الحق، لقوله رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فدل هذا على أن المجتهد إذا التبس عليه الأمر وانشرح صدره لأمر ما بما يدل عليه من أمارات أو من أدلة جاز له العمل بما شرح له صدره. وهذا له أصل في السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم استفتي نفسك وإن افتاك المفتون. استفتي نفسك أي إذا التبست عليك الأمور وأشكلت عليك وانشرح صدرك لعمل ما فعمل به فإن الحق عليه نور. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام قال
فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة، كذلك الصدق في العلم والصدق في الأحكام طمأنينة، فإن المجتهد يطمئن قلبه وينشرح صدره لحكم ما. نعم. وفيه أيضا مشروعية الأخذ بالقرائن، لأن عمر رضي الله عنه استدل بحال أبي بكر لما رأى أن الله شرح صدره للقتال، استدل بهذه القرينة على ماذا؟ على الإقرار بأن على الحق. ولهذا مثلا إذا رأيت أحدا أو رأيت عالم من العلماء يقسم مثلا على رأي ما أنه هو الصواب وأنه هو الحق، فهذا انفعاله وقسمه قرينة تدل على أنه موقن برأيه. ومن لطائف ما يذكر في هذا أن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه جمعت له المسائل التي حلف عليها تحت عنوان المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، فقسموا على مسألة قرينة تدل على ماذا؟ أنه كان موقنا بأنه هو الصواب. ولهذا ترى بعض الفقهاء وبعض أهل العلم يستعمل بعض العبارة تنبي على اقتناعه بذلك الرأي، كان يقول وهذا هو الصواب قطعا، أو أن يقول وهذا هو الراجح المقطوع، وهذا هو الراجح المقطوع به. فمثل هذه العبارات قطعا جزما المقطوع به تعكس على ماذا؟ على أن ذلك العالم أو ذلك المجتهد أنه موقن ومقر بالمسألة التي اجتهد فيها. وفيه إشارة إلى غيرة أبي بكر رضي الله عنه على شعائر الإسلام، فإنه أباح دماء هؤلاء القوم غيرة لدين الله عز وجل، وهو الذي كان أرحم الأمة وألطفها وأرفقها. فقد قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي لأمتي أبو بكر. ولما أمره صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يقدم أبا بكر الصلاة، قالت عائشة إن أبا بكر رجل بكاء، كان رقيق القلب، كان أرحم الصحابة، لكن في وقت الشدة ولما تعدي على حدود الله وشعائره فهذه عين الحكمة، فالرفق والرحمة في موضعها والشدة والقوة في موضعها. وتلاحظون في قتال مانع الزكاة قال عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمة أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، فعمر كان فيه شدة وأبو بكر كان فيه رحمة. لكن في قتال مانع الزكاة انقلبت الأمور، فصارت في أبي بكر شدة وهي ممدوحة لأنها في محلها. قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلهم عليه. وظهرت في عمر الرفقة والرحمة والرقة، فقال كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المفيد أن أبا بكر رضي الله عنه كان غيورا على دين الله عز وجل. وفيه إشارة إلى أن من جحد شعيرة من شعائر الإسلام يعتبر مرتدا، لأن هؤلاء القوم منهم من أنكر الزكاة ومنهم من أقر بها لكن امتنع من إخراجها، وجمعهم عمر في حكم واحد. فدل هذا على أن من جحد شعائر الإسلام وقال أنا لا أعترف بها ولا أقر بها أو استهزأ أو استخف بها فإن هذه الأمور من نواقض الإسلام. وفيه أيضا من أدب المناظرة، وهي أن المرء يحتج على خصمه بالدليل الذي استدل به. فإن عمر رضي الله عنه احتج بحديث، ثم إن أبا بكر رضي الله عنه رده إلى لطيفة من لطائف الحديث وإلى موقع النزاع. فدل هذا على أن من أدب المناظرة إذا ناظر الإنسان خصمه أن يحتج له بالحديث الذي هو احتج به نفسه. أيضا فيه مسألة أصولية وهي مستنبطة من هذا الحديث، وهي التي
يعني يعبر عنها علماء الأصول بقول الاستدلال بمواطع الإجماع في مواطن الخلاف. فإذا وقعت مسألة اختلف فيها العلماء فإننا نستدل بمسألة أخرى أجمع عليه العلماء فنحتج بهذه المسألة أجمع به العلماء على المسألة اختلف فيها. ووجه الدلالة أن أبا بكر احتج لعمر باتفاقهم على قتال مانع الزكاة. هم اختلفوا في قتال اتفقوا على قتال تارك الزكاة، هذا وقع الخلاف. فإن أبا بكر احتج لعمر باتفاقهم على قتال تارك الصلاة. إذن هذا إجماع وهذا اختلاف. اختلفوا في قتال مانع الزكاة واتفقوا في قتال تارك الصلاة، فاحتج بهذا الإجماع على ماذا؟ على هذا الخلاف. وهذا الذي يترجم له علماء الأصول بالاحتجاج بمواطن الإجماع على ماذا؟ على مواطن الخلاف. وفيه دلالة على أن العام يخصص بالقياس، وهذه فائدة عزيزة من الحديث، لأن عمر احتج بعموم الحديث: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. هذا لفظ عام. ثم قال: إلا بحقه. فإن أبا بكر قاس الزكاة على الصلاة فأدخل الزكاة بالقياس تحت اللفظ العام، تحت قوله أمرت أن أقاتل الناس. فدل هذا على ماذا؟ على أن القياس يخصص العموم، كما أن العادة والسنة وقول الصحابي وغير من هذه الأنواع تخصص العموم. وفيه إشارة إلى أن الواحد من الصحابة إذا خالف غيره من الصحابة لا يعد مخالفته شذوذا. فإن عمر رضي الله عنه خالف الصحابة في قتال مانع الزكاة، ولم يعتبر قوله شاذا، ولم يقل له أبو بكر إن قولك شاذ ومطروه وأنت خالفت كل الصحابة، بل ناظره. فدل هذا على أن الواحد من هؤلاء الصحابة المجتهدين إذا خالف غيره من الصحابة فإنه يعتد بخلافه. وكذلك المجتهد المعتبر إذا خالف الجمهور وخالف الناس لا يعتبر خلافه شذوذا. الشذوذ هو مخالفة النص. أما أن يخالف إنسان يخالف الناس الجمهور ويخالف الناس تمسكا بالحديث واتباعا للدليل، هذا لا يعد الشاذ. الشاذ من يخالف الدليل، أما من تمسك بالدليل فلا يعتبر شاذا. فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما كنت على الحق ولو كنت لوحدك. حتى لو كنت لوحدك تلك هي الجماعة. قال عز وجل: إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. وقد كان الإمام أحمد إمام السنة ولقب بإمام السنة في مسألة خلق القرآن. فإن القوم بعض من قالها اقتناعا وبعض من قالها تأثما، وبقي الإمام أحمد كالجبل الشامخ، وكان وحيدا حتى لما رجعه أبناؤه وطلابه وأصحابه لأن يرجع عن قوله حتى يكفى من شر التعذيب، فقال الكلمة الشهيرة: إذا لم يفتي العالم فمتى يتعلم الجاهل. فالمقصود أن الإمام أحمد بن حنبل يوم الفتنة كان وحيدا، ومع ذلك كان على الحق. ولهذا مما جرى على ألسنة الخطباء والوعاظ وبعض أهل العلم يقولون: أبو بكر أيام الردة وأحمد بن حنبل أيام الفتنة. يعني أن الله عز وجل نصر الدين بأبي بكر أيام الردة، ونصر السنة بالإمام أحمد أيام المحنة
وأيام الفتنة. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما طرحت مسألة الطلاق الثلاث أيقع ثلاثا أم يقع واحدة، فأفتى بوقوعه واحدة، والقوم كانوا يدعون أن هناك إجماع منعقد على أنه يقع ثلاث، فأفتى الإمام بوقوعه واحدة، ولقي بسبب ذلك من أنواع الأذى والشذا حتى سجن ومات في السجن. نعم، وكان وحيدا. إذن فالحق أحق أن يتبع، والحق لا يعرف بكثرة الأصابع، ولا يعرف بالكثرة، ولا بالجمهور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل 100 لا تكتجز راحلة. فالحق يعرف بالأدلة الشرعية، فمن اتبع الحق فمن اتبع الدليل فهو المحق، وإن خالفه الناس كلهم أجمعون. نعم، هذا والله أعلم، والله لي التوفيق. إذا بقي وقت نواصل، وإلى نكتفي بهذا. طيب، واصل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإنا هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. نعم. ثم ساق المصنف بإسناده إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر. وعيينة هذا يعني كان في الجاهلية من الشجعان ومن الأجلاف، كان فيه جفاء وشجاعة وغلظة، وكان ممن ارتد ثم أسر وعفى عنه أبو بكر رضي الله عنه. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه قال: ائذن له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل تبشش في وجهه أو أنان في وجهه، فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت ما قلت. فلما دخل تبسمت في وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، متى علمتني فاحشا ومتفحشا؟ وقلت هذا الكلام لأنه ستعلمون ما قاله بعد قليل، وما كان موقفه أمام عمر رضي الله عنه. فالمقصود أن الرجل كان فيه جفاء وكانت فيه غلظة. نعم. فنزل لما قدم إلى المدينة، نزل عند ابن أخيه وهو الحر بن قيس رضي الله عنه، وهو معدود في الصحابة، وإن كان كما نبه الحافظ في الفتح أنه أهمله الكثير فلم يذكروه في ضمن هؤلاء الصحابة، وهو من الصحابة. نعم. قال: وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني الحر ابن قيس، كان الحر بن قيس من القراء، وهؤلاء القراء العلماء العباد، لأن اللفظ القراء كان يطلق وقتئذ على العلماء والعباد، يعني الذين جمعوا بين العلم والعبادة، كما قال فريقد للحسن وهو يسأله عن الفقيه: من الفقيه؟ قال: ثكلتك أمك يا فريقد، أرأيت الفقيه؟ الفقيه من يخشى الله عز وجل. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فجمعوا بين العلم وبين العمل.
فهؤلاء هم القراء، وكان الحر بن قيس من بينهم. وكان من سياسة عمر رضي الله عنه الراشدة أنه يقرب إليه هؤلاء العلماء والقراء ليستشيرهم، وإلا فإن مجلس عمر لم يكن يحجبه عن أي شخص، كان مفتوحا يسمع آراء الناس وشكاياتهم، بل كان رضي الله عنه ينزل إليهم، لكن كان يقرب إليه أهل المشورة وأهل الرأي وأهل السداد، ويقرب إليه أهل العلم. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى مشورتهم وإلى سداد رأيهم، فإنه إذا نسي ذكروه، وإذا ذكر أعانوه. نعم، فكان يستعين بهؤلاء العلماء في سياسة الدولة وشؤون المسلمين ومراعاة مصالحهم. نعم. قال: وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، فكان عمر رضي الله عنه يقرب إليه هؤلاء العلماء والقراء ويستشيرهم. نعم. كهولا كانوا أم شبانا؟ الكهل هو الذي الكهل قيل من كان سنه 33 سنة، من بلغ 33، ومنهم من يقول الكهل وما كان ما بين 30 و40، وأما الشاب وما كان دون 30 وفوق البلوغ. نعم. والمقصود بهذا أن عمر رضي الله عنه كان يقرب العلماء والقراء بقطع النظر عن سنهم، لا ينظر إلى سنهم، وإنما ينظر إلى علومهم وفهومهم. بل كان رضي الله عنه يقرب ابن عباس، وكان صغير السن، حتى إنه لما كان يدخله المجلس وجد بعض الصحابة رضي الله عنهم في نفوسهم شيئا، وقالوا لنا إن لنا صبيانا مثله، فلما لا تدخلهم معنا كما تدخل هذا الفتى؟ فأراد أن يريهم فاختبرهم وسألهم عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ماذا تقولون فيها؟ فسكت بعضهم وقال بعضهم ما قال، فقال عمر: ماذا تقول فيها يا فتى؟ فقال رضي الله عنهما: هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرب وفاته، أمعن النظر وحلقه وغوص ببصرك في معاني هذه الآيات، هل تهتدي إلى هذا الفهم؟ وهذا من بركة دعائه صلى الله عليه وسلم له لما قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. لأنه لما قال: إذا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وأدى المهمة، فماذا بقي له؟ ما بقي له إلا أن يرتقي إلى رفيق الأعلى. ولهذا قال: هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله الفتوحات ودخل الناس في دين الله أفواج وزرافات، فقد أدى الرسالة، فما بقي له إلا أن يرتحل إلى رفيق الأعلى. نعم. فأذعن هؤلاء القوم إلى لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم. قال: كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يعني الحر بن قيس، هو أراد أن يخلو بعمر، لأنه علم أن مجلس عمر لا يغلق، فهو مفتوح لجميع الناس، لكن الرجل أراد أن يخلو بعمر ليقول له ما يقول. ولهذا استأذن من ابن أخيه الحر بن قيس، وهو يعلم أنه كان يدخل على عمر لأنه كان من القراء، أن يستأذن عمر ليأذن له بالخلو أو الدخول عليه. لهذا قال: نعم يا ابن أخي، هل لك وجه، يعني عندك مكانة وعندك منزلة عند هذا الأمير. تأملوا عبارته، لم يقل عند أمير المؤمنين، كان أولى أن يقول: هل عندك وجه عند أمير المؤمنين عمر، فيذكره بهذا اللقب احتراما له وإكراما وتعظيما. لكن انظر ماذا قال: لجفائه وغلظته، هل لك وجه عند هذا الأمير؟
احتقارا وازدراء بعمر رضي الله عنه. وهذا يعني من جفائه، لأنه كان من أجلاف العرب. قال: هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ نعم. فقال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، يعني استأذن عمر لعيينة ابن حذيفة للدخول عليه. نعم. فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، هكذا خاطبه، والأولى أن يخاطبه بلقبه فيقول: يا أمير المؤمنين، تأدبا مع عمر، لكنه قال: يا ابن الخطاب. نعم. لأن أهل النسب والحسب وأهل الشرف وأهل الرياسة ينبغي أن يعاملوا بالإكرام والاحترام والإعظام. انظروا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بعث برسالة إلى هرقل، وكان كافرا، بعث له برسالة يدعوه إلى الإسلام. ماذا جاء فيها؟ من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، وصفه بالعظمة، إلى هرقل عظيم الروم. وهذا الرجل دخل على عمر، كان الأجدر أن يقول: يا أمير المؤمنين، بل قال: يا ابن الخطاب. نعم. فقال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. هذا السر أو السبب الذي جعله يجتهد ويستأذن ليختلي بعمر حتى يسمعه مثل هذه الكلمات التي فيها نقيصة وخسيسة وعدم احترام لعمر رضي الله عنه. قال: إنك لا تعطينا الجزل. الجزل الجزل هو العطاء الكبير أو العطاء الكثير. العطاء الكثير. قال: أنت لا تعطينا الأشياء الكثيرة. وأصل الجزل قل لك هو الحطب، وإنما استعمل الحطب الجزل ليراعي الفواصل. الجزل العدل، هذا ما يسمى بالسجع. السجع. وترى دائما يعني أحيانا أصحاب الباطل إذا أرادوا أن يزخرفوا الشيء يسجعون كسجع الكهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، قال: اسجع كسجع الكهان، اسجع كسجع الكهان. هذا من سجع الكهان، لأن عمر لم يمنع الجزل وقد حكم بالعدل، فأخطأ الرجل وكذب. أخطأ في ادعائه أن عمر كان يمنعهم العطاء، فعمر رضي الله عنه استؤمن على أموال المسلمين، استؤمن عليها، فكان يصرف هذه الأموال بحسب الحاجة وبحسب مصلحة المسلمين، فما كان هكذا يوزع الأموال، وكان يبذر الأموال ويصرفها في غير حاجة المسلمين، فكان يشعر. بل هذا من مناقبه، هذا أصل عد من مناقبه. فإن عمر إذا لم يسرف العطاء فهذا يدل على حسن سياسته ورشده في توزيع الصدقات أو في توزيع الأموال، لأنه استؤمن على هذا المال، ولأن هذا المال ليس ماله، هو مال المسلمين وسيسأل عنه يوم القيامة. لكن الرجل لجفائه وبخله وطمعه أيضا قال ما قال في عمر، قال: إنك لا تعطي الجزل، وكذب رب الكعبة. فإن عمر رضي الله عنه ما حرم المسلمين من أموالهم ولا من خزينة الدولة الإسلامية. قال: ولا تحكم بالعدل، فهذا أيضا كذب ورب الكعبة. فإن عمر رضي الله عنه ضرب أحسن الأمثلة في العدل وتحقيق معالمه وأركانه، ولقب بالفاروق لأنه كان يفرق بين الحق وبين الباطل، وما رماه أحد حتى خصومه بالجور أو الظلم إلا هذا الرجل لجفائه ولغبائه، فقال: لا تحكم بالعدل. هذا مما جعل عمر يغضب لهذه الكلمة، لأنه اتهم بما ليس فيه، سيما
وأنه تهم فيما يتعلق ليس بشخصيته، وإنما فيما يتعلق بسياسة الدولة، وفيما يتعلق بمصالح المسلمين، لأن العطاء يتعلق بتوزيع الصدقات والزكوات ومراعاة ذوي الحاجات، وأيضا الحكم بالعدل أيضا يرجع أيضا يعني فضل النزاعات والخصومات بين المسلمين. فلم ينتصر لشخصيته، إنما انتصر لما يقوم به وما يعود لمصلحة المسلمين. فقال لا تنفق الجزل ولا تحكم بالعدل. فغضب عليه عمر رضي الله عنه، هم بأن يقع به وقد كان شديدا رضي الله عنه، فهم أن يفتك به وأن يضربه بالذرة، هم بذلك. وحتى لما غضب وهم بهذا، هذا يدل أيضا من عدله وحلمه وحسن سياسته وكمال لفهمه، لأن هذا الرجل لو فعلها مع غير عمر لضرب عنقه، ليته فعلها مع الحجاج. هل يجرى هذا الرجل أن يقول مثل الكلمات أمام الحجاج، أو يجرى أحد أن يقولها مع أئمة الجور؟ والله لضربوا عنقه. فعمر لما هم به، يعني هذا أقل شيء أراد أن يقوم به، وإلا فإنه كان أمير المؤمنين وبوسعه أن يأمر بضرب عنقه أو يؤمر بسجنه أو إلى آخره، لكن كل ذلك لم يفعل. نعم، لكن لما غضب ذكره الحر بن قيس، وهنا تتجلى الفائدة في تقريب العلماء والاعتماد عليهم ومشاورتهم. فانظر لما كان عمر يقدم العلماء ويدنيهم ويقرب إليه، انظر ماذا أشار إليه الحر بن قيس رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين، يعني كأنه يعرض بابن أخيه، لأن ابن أخيه عيينة قال يا ابن الخطاب. هذا من السفه ومن الجفاء. لكن انظر أهل العلم، أو انظر إلى أهل العلم كيف يتأدبون مع الكبراء ومع الأمراء ومع ذوي الفضل. فعيينة قال يا ابن الخطاب، والحر قال يا أمير المؤمنين، وكأنه يعني كما قلت إياك آن يسمع يا جارة، من جهة أنه يتأدى مع أمير المؤمنين، ومن جهة ثانية أنه يعلم ابن أخيه الجافي كيف يعامل الكبراء عموما، وكيف يعامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان أجدر أن يقول يا أمير المؤمنين. نعم، فقال الحر بن قيس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ذكره بهذه الآية، لأن هذه الآية من أجمع الآيات لمكارم الأخلاق، ورغم قصرها وتضمنت ثلاث كلمات. هذه الكلمات الثلاث تعتبر قواعد كلية وقضايا عامة في الأمر والنهي وفي الأخلاق. قال خذ العفو، ثم الأمر الثاني هو أمر بالعرف، والأمر الثالث وأعرض عن الجاهلين. فجمعت الأخلاق كلها بحذافيرها، فحثه على أن يأخذ بالعرف، وهو الليونة والسهولة والرفق، فأن يعامل الناس بالرفق ولا يشدد عليهم ولا يكلفهم مما لا يطيقون ولا يجهدهم. نعم، ومن الرفق أن يتبشش وأن ينبسط وأن يحترم كبيرهم ويرحم صغيرهم وينفق على فقيرهم. هذا من العفو. والعرف أيضا، وهي الكلمة الطيبة وحسن المعاملة، ويشمل هذا يعني أن يصل من قطعه، وأن يعفو عن من ظلمه، وأن يعطي من حرمه. فهذه جماع الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ومعاذ بن جبل اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، قال وخالق الناس بخلق حسن. وجماع الخلق الحسن
أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. نعم. ثم إنسان إذا أمر بالعرف وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا الناس إلى الخير ودعا الناس إلى السنة، حتما سيجد من يستجيب إلى دعوته، كما سيجد من يعارضه ويسفه عليه. فهنا كيف يعامله؟ يعامل بالشرط الثالث من الآية: وأعرض عن الجاهلين. فمن استجاب لدعوتك وسمع لمقولتك فنعم هي، وأما من قابلك بالسفه وبالجهل فأعرض عنه. وهذا كما قال لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه ويذكره، قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتما سيلاقى الأذى وإعراض من الناس، فهنا لابد إذن من الصبر. أيضا الذي يأخذ بالعفو ويأمر بالعرف حتما سيجد من يقبل دعوته وسيجد من يعارضه. فكيف يعامل من يعارضه؟ قال: فأعرض عن الجاهلين، يعني هؤلاء السفهاء والأغبياء لا تعاملهم بسفههم، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. نعم. قال: وأعرض عن الجاهلين. هذا أيضا في تعريض لابن أخيه عيينة أنه من الجاهلين، بل صرح بهذا، قالوا إن هذا لمن الجاهلين، يعني أشار إلى ابن أخيه قال إن هذا لمن الجاهلين. فقال: فوالله ما جاوزه عمر. الظاهر من سياق الحديث أن القائل ليس ابن عباس، وإنما هو الحر ابن قيس، هو الذي قال ما جاوزه عمر، وأخطأ من قال إن ابن عباس هو الذي قال هذا القول. بل الظاهر من سياق القصة أن ابن عباس لم يكن شاهدا ولم يكن حاضر القصة، وإنما سمعها من الحر. وهذا ما يسمى عند علماء الحديث بالمرسل الصحابي. ومرسل الصحابي يعني أن الصحابي يروي حديثا لم يشهده، مثل ما روت عائشة حديث بدء الوحي، كيف بدأ الوحي، والذي رواه البخاري وهو ثاني حديث في صحيحه في كتاب بدء الوحي. عائشة لم تلد بعد، كانت في علم الغيب، وهي روت حديثا في بدء الوحي. هذا ما يسميه العلماء بمرسل الصحابي. فيعني لما سمع عمر رضي الله عنه هذه الآية فكانت كالبرد على قلبه رضي الله عنه، فلما سمع هدأ وسكن غضبه، فوالله قال ما جاوزها، أي جاوزها كأنه مثل سيجاوز شيء لا يراه، كناية عن ماذا؟ عن عدم العمل بالشيء. لأن إذا مررت بشيء ولم تراه كأنك أعرضت عنه ولم تلتفت إليه. وهذا من أسلوب الحر وبديع لفظه، قال ما تجاوزها، كناية أن عمر يعني ما جاوز الآية، يعني ترك العمل بها بل عمل بها. لما سمع الآية هدأ، سكن غضبه وهدأ، وأخذ بنصيحة الحر رضي الله عنه. قال فوالله ما جاوزها حين تلاها عليه، وكأنه أول ما سمع هذه الآية، كأن سمع الآية، فلما سمعها عمل بمقتضاها وأدرك أن هذا الرجل من الجاهلين، فيتعين الإعراض عنه ولا يجارى ولا يعامل بغبائه ولا بجهله. ثم وصف الحر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشيدا بخلاله وخصاله مبينا لهذه الصفات، فقال وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، يعني كان يقف عند كتاب الله فيعمل بمقتضاه، ويقف عند حدوده، ويمتثل لأوامره، ويجتنب زواجره، ولا يتعدى حدوده. فكان وقافا عند كتاب الله ولا يتجاوزه رضي الله عنه. والمطابقة مطابقة الترجمة في الحديث في قوله كان وقافا عند كتاب الله عز وجل، فالوقوف عند كتاب الله عملا بأحكامه وامتثالا لأوامره
واجتناب لزواجره وعدم التعدي لحدوده، هذا أيضا من اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكتاب وأمر الناس باتباعه، فمن اتبعه فقد اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وجه المطابقة من الترجمة، والله أعلم. والوقت يطاردنا ولا يسعنا إلا أن نكتفي بهذا، وأما بقي من فوائد الحديث وهي كثيرة